كل فترة كده بيطلع لنا إخوة من السودان الشقيق، يطلعوا لنا بحوار. ودايما في حوارات بين السودانيين والمصريين، رغم ان احنا دايما شايفين ان السودانيين شعب طيب بطبعه يعني وكويس، ومصر دايما علاقتها كويسة المفروض مع السودان وعمرها ما اتأمرت عليها، لولا طبعا الفتنة اللي حاصلة بسبب مثلث حلب وشلاتين المصري مش السوداني. واخرهم دول، بصوا معايا كده. العالم كله عارف انه مصر معتمدة على السودان. كل خيراتنا ماشية. العالم كله مين بالظبط يعني في العالم كله اللي عارف ان خيرات السودان كلها رايحة لمصر؟ واي خيرات اللي انت بتتكلم عليها اصلا كان يعني القرد نفع نفسه، لا مؤاخذة يعني في الكلمة. بعدين اسمه استثمار، ده تبادل تجاري. مصر بتاخد سلع من السودان، والسودان جزء كبير جدا من تجارتها الخارجية قايم على التبادل التجاري مع مصر بالذات يعني. خصوصا ان كنا احنا بينا حدود مشتركة، غير ان احنا دولتين عربيتين، واقرب عربيتين دولتين لبعض بالنسبة للعالم العربي كله تقريبا يعني. مصير واحد وشعب واحد. أنا ما مشكلتي في ثقب الأوزون، لأنه العالم كله عارف إنه مصر هي من ثقبت الأوزون. مصر هي السبب في ثقب الأوزون؟ مصر؟ ليه يا جدع؟ ازاي؟ طب عملناها ازاي؟ ولا مشكلتي في الاحتباس الحراري، لأنه العالم كله عارف إنه مصر هي اللي حبسته. مصر اللي حبست الاحتباس الحراري؟ احنا اللي حبسناه؟ آه... هو انت باين يعني الصنف اللي انت شاربه عالي قوي. دي مش حتة ب200 يابا، ده انت عامل دماغ بسم الله ما شاء الله، اقطع دراعي من هنا ان كنت تعرف يعني ايه اصلا احتباس حراري. ولكن إن شاء الله هنطلع الاحتباس الحراري من محبسه وناخده ونروح نسد بيه خرم الأوزون. ان شاء الله يا صاحبي باذن الله تخرجوا الاحتباس الحراري من محبسه. والمهم بس تشوفوا محامي كويس يعرف يخرجه، يترافع كويس قدام النيابة، ولما تخرجوه فاخدوه على طول على ثقب الأوزون، تحطوه في الثقب، تمام، عشان الأوزون ما يكبرش. فاحنا كلنا مستنيين بإذن الله السودانيين هم اللي هيسدوا ثقب الأوزون إن شاء الله لما يحرروا الاحتباس الحراري ويخرجوه من محبسه بإذن الله. واحنا معاكم مستنيين اللحظة دي قريب جدا، وتنقذوا العالم كله وتسدوا ثقب الأوزون بإذن الله. واحنا وراكم ما تقلقوش يعني.